بربع كيلو لحمة، أيوة بربع كيلو لحمة هنعمل وجبة غدا تكفي أسرة النهاردة. سفرة حلوة وفكرة حلوة إن شاء الله هتعجبكم جدا، ومش بنص ولا بكيلو، هو بربع كيلو لحمة. هنعمل فكرة حلوة إن شاء الله هتعجبكم جدا النهاردة وهتنفذوها. ما تستقليش بربع كيلو لحمة، ده يعدي دلوقتي 100 جنيه. تعالي سمي الله وصلي على الرسول وتعالي شوفي هنعمل إيه النهاردة بربع كيلو اللحمة ده، وإزاي هنطلع فكرة حلوة جدا تملى العين وتشرف، وطعمها حلو قوي قوي قوي. وجبة كاملة متكاملة. حطي لايك لو عجبتك الفكرة وشير في الخير. سموا الله وصلوا على الرسول. في حلة كده على النار هنزل بمعلقة من السمنة، وممكن تستخدمي زيت، بس انا هحط سمنة على زيت، وهي دي المادة الدهنية اللي هستخدمها من بداية الوصفة لنهايتها، مش هستخدم حاجة تانية. والمفاجأة كمان الأكلة كلها في نفس الحلة، يعني مش هنبهدل مواعين كتير. خلاص هنزل بقى بالزيت على السمنه لحد ما يسخنوا كويس جدا، وهنزل بربع كيلو اللحمه بتاعنا واغطي عليه عشان بيطرطش ويبهدل لي البوتاجاز، واقلب فيه من وقت للتاني لحد ما تتشوي وتاخد لون حلو. وخلال وهي بتاخد اللون الحلو ده هبتدي انزل عليها بشويه بهارات جافه، زي اللومي، الورق لوري، الحبهان، القرفه، قرنفل، فلفل اسود حصى، شويه الحاجات اللي تديها طعم وريحه حلوه كده. وتبتدي تشوحي كده. عايزه اقولك البهارات دي وهي بتتشوح مع اللحمه بتخلي ريحتها حلوه قوي، تخلي ريحه البيت كلها حلوه. هغطي عليها واسيبها لحد ما تتحمر كويس زي ما اتفقنا، واكون فارمه بصلايه كده كبيره في الكبه هنزل بيها على اللحمه بتاعتنا، وابتدي اشوح كده من وقت للتاني لحد ما البصلايه بس تدبل شويه. مش عايزاها تتحروق ولا اي حاجه، عايزاها بس تدبل كده شويه وتنزل الكراميل بتاعها او التسكيره الحلوه اللي فيها. خلاص. وكمان هبتدي افرم فلفل، جزر، شويه الحاجات اللي بتدي طعم حلو للحوم عامه. خلاص هفرم كده وانا بشوح البصلايه شويه من الفلفل الرومي، وممكن شطه كمان، وعليهم شويه من الجزر. خلاص هنزل بيهم بالشكل ده. طبعا اي حاجه حابه تشيليها من الوصفه تقدري تشيليها، او حابه تزوديها تقدري تزوديها، كل واحد لينا ليه طريقته ونفسه في الاكل. هشوح مرة تانية بالشكل ده برضو، الحاجة بس كده تنزل لونها وتدبل شوية. عايزة اقولك الجزر هيدي الوصفة لون حلو قوي وطعم خطير يا جماعة. دي جزراية واحدة كبيرة برضو ضربتها في الكبة كده، وممكن تبشريها لو انت حابة. كمان فرمت قطاية واحدة بس وهنزل بيها بالشكل ده، وبرضه اقلب تقلبتين كده، وبعدين ابتدي انزل بالميه بتاعتنا علشان اللحمه تستوي. ضروري الميه تكون مغليه، يعني اغلي شويه ميه كده وانزلي بيهم على اللحمه. ومش هنحط اي ملح دلوقتي، هستنى كده ايه قبل الوصفه ما تستوي، يعني بربع التسويه، 3/4 سوا كده اروح حاطه الملح بتاعنا. هنزل كده بشويه ميه سخنين، بس الاول سبتها بس ايه تاخد وتدي مع القوطه وكده، ميه مغليه، وسيبيها على نار هاديه بقى لحد ما تستوي. غطي عليها، ومش هتاخد معاكي وقت، او حسب يعني السن بتاع اللحمه، يعني حسب هي سنها قد ايه. كده خلاص بعد ما قربت على التسويه هبتدي انزل بشويه من الملح. كمان معايا هنا بهارات كبسه، هديها معلقه من بهارات الكبسه الناعمه. احنا حطينا بهارات خشنه، هنحط كمان بهارات ناعمه. غطي عليها. وكان معايا هنا تقريبا في حدود 300 جرام من الرز البسمتي المغسول المنقوع قبل كده، يا دوبك نقعته كده نص ساعه لساعه الا ربع. نزلت بيه على الميه بتاعتنا. لو حسيتي ان الشوربه بتاعت اللحمه كتير هتشيلي شويه منها، لقيتيها قليله هتزودي شويه ميه مغليه، لقيتيها مظبوطه زي دي خلاص. حطيت هنا معلقه الا ربع من الكركم يدي الرز لون حلو، هسيبه يستوي زي اي رز عادي جدا. ادي كده خلاص الحله بتاعتنا خلصت، وكله في نفس الحله زي ما اتفقنا. عملنا النهارده الكبسه بطريقه حلوه جدا، وبربع كيلو من اللحمه هنعمل صينيه كبسه حلوه تكفي اسره كامله. يا دوب تعملي جنبيها شويه سلطه خضراء وشويه سلطه طحينه لو انت حابه، بابا غنوج، اي حاجه. ومش باين ابدا ان انا حطيت ربع كيلو من اللحمه. بصي خطيره، ولسه الحله فيها رز، ما فيهاش لحم فيها رز، عشان ما اكذبش عليكم. جربوها بالطريقه دي حلوه قوي قوي. بصي سجليها بقى لوصفات رمضان، خطيره يا جماعه وتشرف بجد بجد. ولون الجزر والخضار والحبشتكنات والبهارات مدينها طعم حلو قوي. جربوها بطريقتي ان شاء الله هتعجبكم. بصي الرز مفلفل واللحمه لونها حلو كده في قلبيها، وكله في نفس حله واحده، وطريقه اقتصاديه نوعا ما للغدا النهارده. جربوها ان شاء الله هتعجبكم جدا. هستنى ارائكم تحت الوصفه وكومنتاتكم الحلوه. لو الفكره عجبتك اوعي تنسي اللايك والشير. بحبكم جدا واشوفكم على خير فيديو جديد. سلام.